السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل فيه الفراخ المشوية بالخلطة المعتمدة اللي أنا بعملها دايما، ومعاها رز محمر وبطبق السلطة المعتمد في كل الوصفات. بس قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو، لو أول مرة تمر على قناتي، أنا اسمي رشا ودي قناتي. يا ريت ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة ولايك وشير ونفعل الجرس على الكل لو الفيديو عجبكم. هنبدأ مع بعض بسم الله. هنا أنا نزلت في الكبة بحوالي 4 حبات طماطم وسط، وعليهم بصلتين كبار، حوالي 4 5 فصوص ثوم كبار، وثلاث قرون فلفل حار. البهارات هننزل بمعلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره زنجبيل، ومعلقه صغيره كمون، ومعلقه صغيره بابريكا، وهننزل بيهم على الكبه. وبعدين هننزل بنص كوبايه من الدبس الرمان، ونص كوبايه زيت، وكوبايه كامله من الزبادي. ولو مفيش زبادي ممكن تستبدليها بلبن ضرايب. هنبدأ الخلط عشان نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. انا عاوزاها زي القوام الكريمي كده، سايله، يعني مفيش حاجه سليمه. وادي النتيجه النهائيه. وبعدين هنزل عليهم بعصره ليمون ومعلقه من الصلصه الجاهزه اللي بتتباع في البرطمانات، ونقلب تقليب كويس. شايفين الخلطه شكلها بسم الله ما شاء الله، وريحتها ولا اروع من قبل ما حتى ما استخدمها. وهنا انا كنت مجهزه الاوراق بتاعتي ونقعها في ميه وليمون وملح لمده ساعه تقريبا، ومنضفها كويس، وشايله الطبقه الدهنيه اللي من فوق، وشايله الطبقه اللي هي بتبقى عامله زي الكبده دي اللي موجوده في كل ورك، لانها بتعمل ريحه زفاره جامده. وكل ورك مدياله كده قطعتين بالسكينه من فوق عشان يمتص ويتشرب الخلطه كويس. وكده بعد ما نقعتهم في الخلطه هشيلهم لمده يوم في التلاجة تقريبا. وهنا بعد ما عدى يوم على الاوراق في التلاجة، نجهز الصينيه بتاعتنا اللي هندخلها الفرن. وكنت مقطعه هنا بطاطسيتين على بصلايه على اي حاجه موجوده عندك ممكن تحطيها تحت الفراخ دي. انا هنا قطعت بطاطسيتين لان ولادي بيحبوا طعم البطاطس اللي بتبقى تحت الفراخ المشويه. خرطتهم طرنشات رفيعه، وكده رصينا الصينيه تمام. هحط طبقه بصل، وبعدين هرصص الوراك بتاعتنا، واحاول اشرب البطاطس بالخلطه كويس قبل ما ادخلها الفرن. كده البصله بتاعتي. وهنا كمان بعد ما رصينا البصل هنبدا نرصص الاوراق بتاعتنا. شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله. كده رصصتها كلها. وبعدين من كل الفراغات الخلطه المتبقيه معايا في البوله هنزل بيها في كل الفراغات عشان توصل للبطاطس من تحت. تمام كده. وبعدين هغطيها بورق الزبده علشان الفراخ بتاعتي ما تلزقش في الفويل الالومنيا. بعملها طبقه عازله بورق الزبده. لو ما فيش ورق زبده ممكن تحط الفويل عادي، بس ترفعيه سنه عن الصينيه. وكده طبقه الفويل، وهندخلها الفرن على درجه حراره عاليه لمده ساعه، ساعه الا ربع، لحد ما تستوي معانا. وهنا انا كنت مجهزه للرز، حطيت شويه زيت في الحله، وادي الرز مغسول ومتصفي. وهنا معانا 4 فصوص حبهان على كام ورقه لورا، ما تستغربوش. بنزل بيهم في الزيت، بشوحهم تشويحه كده، لان انا ما عنديش شوربه، فطبعا عايزه مذاق الشوربه. فبنزل بكام حبايه حبهان كده على ورقه لور، وشوحهم الاول، وبعدين بنزل شويه بشويه الرز الاولانيين. واول ما يحمروا شويه بنزل بمكعب مرقه دجاج، والملح بتاعنا بنظبطه حسب الرغبه. ما تقلقوش يا جماعه، اللوري والحبهان دول هتشوفوا احنا هنشيلهم ازاي مع بعض دلوقتي قبل ما الرز يستوي. وهنا فتحت على الفراخ بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، كانت استوت تماما، وببتدي باخد من الصوص بتاعها واشربها. وبعدين هشغل عليها الشوايه واسيبها بقى تتحمر من الوش مع نفسها. بنشربها كويس من الصوص بتاعها، وبعدين شغلنا الشوايه وسيبناها مع نفسها. الخطوه دي بقى يا جماعه، انا هنا بنزل بعود كرفس اخضر. انا بحب دايما يكون عندي في الفريزر، لاني بحب استخدمه دايما في كل انواع الشوربه. وبعدين نزلت معلقه بكوبايه شعريه وحمرتها مع شويه الرز. وبعدين بعد ما اتحمرت نزلت بشويه الباقيين. وهنا نزلت بالميه المغليه، وحبيت اوريكم ان الحبهان طافي على الوش وورق اللورا، ووريتكم ازاي ان انا شلتهم بعد ما نزلت بالميه المغليه. ادي النتيجه النهائيه بسم الله ما شاء الله. الاكل طالع ولا اروع. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه ولايك وشير ونفعل الجرس على الكل. والسلام عليكم.